جالسة مع الناس ديال الصحراء كديك العالم آخر، خصوصا مع قدماء حرب الصحراء المغربية. قصص وحكايات عن الحروب والمعارك وأهوال الصحراء المغربية. كاينين شي قصص طراو في الصحراء ما كيدخلوش العقل، وبما أن جمهور قناة حكايات من تاريخ نخبة المثقفين فكنت دائما كنتفادى هذا النوع من المواضيع. ولكن اليوم غنذكروا قصة من هاد القصص على سبيل الاستئناس. الصحراء غير الاسم ديالها كيخلي اي لاسيان يرجع بالذاكره للوراء ويتفكر ايام ما عمرها غتعاود. غير البارح اللي كان فيها الكركور هو الدليل ديال الطريق. الكركور عباره على واحد العلامه ديال الارشادات كتكون قدام باب العبريش، هي اللي كتعطيك اتجاه معين، اما تدوز على اليمين اما تدوز على اليسار باش تخرج في الرومبلي. باش تعرف ان الصحراء دخلت ليهم مع العظام. هذه واحد النكته متداوله ما كيعرفوها غير لي زونسيان. قال لك هذا واحد العسكري راجع من برمسيون ديالو، شير لواحد الطاكسي وركب فيه، ولكن ما قالش لمول الطاكسي فين غادي. هذاك العسكري واش كان سهران واش كان مرهق، المهم السيد طلع ناس. مول الطاكسي غادي واحد شويه كيتلفت اللور كيقول لي فين غادي، والسيد نعس وفلان فين غادي. فاق داك العسكري ويقول ليه تبع غير الكركور. الاغلبيه مازال كيحلم بالصحراء والمعارك ويامات لي راتيساج واللي زاكروشاج والصوت ديال الهاون. فالصحراء كانت كلها اهوال وقصص غريبه. من بين هاد القصص المتداوله قصه اللفعه اللي في السونيط. السونيط هي نقطه مراقبه متقدمه كتكونها في الفيافي والخلوات في شي منطقه بعيده مطرفه. كيتخباو فيه ما بين 3 حتى 4 ديال العناصر مسلحين بأسلحة خفيفة، وعندهم واحد الراديو صغير بحال التليفون كيتسمى البي بي 11. المهمة ديالهم الأساسية هي المراقبة، ويحضروا التيران وشنو طاري، أي تحركات ديال العدو أي حاجة كيرونديوها. ففي ديك الصونيط خاصك تكون حذر، ما تشعل عافية ما تشعل قارو. هذه واحد الصونيط في الثمانينات كانت في واحد البلاصه مخلويه، كانت كنقطه مراقبه كدير فيها القوات المسلحه الملكيه بعض العناصر باش يحضروا التيران ويشوفوا شنو طاري. هاد الصونيط بعض المرات كتكون خاويه وبعض المرات كيجيو ليها العناصر ديال القوات المسلحه الملكيه. ولكن اللي جات ما كيرجع بواحد الحكايه غريبه. حدا داك الصونيط كاينه بوطه، الليل كامل هما كيسمعوا الصوت ديال البوطه كتنفس وما عرفوش منين كيجي داك الصوت، حيت ممنوع عليهم يشعلوا الضوء. وهذا الشيء كيطرى غير بالليل، لان العناصر اللي كيكونوا في الصونيط في الصباح ما كيسمعوا والو ولا كيشوفوا شي حاجه. من بعد ما دارت ديك الهضره، في واحد النهار واحد المجموعه كتستعد باش تمشي لديك الصونيط. في الطريق واحد العسكري تينطق وتيقول واش غادي لديك الصونيط اللي تيقولوا له بالليل فيها الصوت ديال البوطه. جاوب واحد العسكري واحد اخر، هذا صحراوي ولد الصحراء. قال ليه كيفاش؟ قال ليه اش كاين واش كاين، راه تيقولوا راه بالليل كاين واحد الصوت تما راه بحال الصوت ديال البوطه. ضحك داك العسكري الصحراوي وقال ليه راه ما كاين لا بوطه لا والو، هذيك راه غير الصوت ديال اللفعه هي اللي كدير داك الصوت. غادي يوصلوا غادي يسمعوا الليل تما، وفعلا غتجي واحد الوقيته قبل الفجر غادي يسمعوا داك الصوت. اكد ليهم داك العسكري الصحراوي على ان هذاك الصوت ما هو الا صوت اللفعه، ولكن صحهم وقال لهم مادام ما اداتكمش ما تاديوهاش، هادي باينه لفعه غير في شي غار هنا حدانا، وهاد الصوت كديروا اللفعه غالبا غير باش تقول لك بعد مني. كيف ما كيقولوا الناس القدام اللفعه بهاد الصوت كتقصد تساع تساع وياك الفضول. هذاك العسكري الصحراوي غيضل الليل كامل وهو كيشرح لهم انواع الافاعي ودرجات الخطوره ديالها وكيفاش تداوي من السم. واحد شويه ويسكت ويقول لهم غادي ننصحكم واحد النصيحه، الا لقيتي اللفع في التابوله ديالك والا كانت في شي بلاصه معروفه انها كاينه فيها من شحال هادي، فاول حاجه ما تاديهاش، حرج عليها 3 المرات. وبحال هاد اللفعه اللي حدانا بين قديمه وهي ساكنه تما، وشحال هما العسكر تيجيو هنا وعمرها ما ادات شي واحد، اذا فما تاديوهاش. العسكري الشاب بغى يطلب تفسير لهاد الهضره. جاوبوا العسكري الاخر وقال لي حنا ولاد الصحراء كبرنا في الصحراء وعارفين شنو كاين فيها، ودوك الناس الغابرين كاينين وحتى هما خلق من خلق الله. داز الهضره هكاك ورجعوا للبطايون ديالهم في الصباح، وداك العسكري الشاب ما داخلاش ليه داك الهضره للراس. داز ليا ما غتجي فيه غير النوبه يمشي مع مجموعه من الجنود لديك الصونيط الملعونه. غيمشي واحد النهار مع 5 ديال العناصر لديك الصونيط. هاد العناصر من بينهم واحد العنصر غادي عقوبه
لديك السونيط، حيت من بين العقوبات اللي كانوا كيتعطاو للعساكريه اما يمشي يسكي او يلوحوه في شي سونيط. غيرابطوا في داك الليل في ديك السونيط، داك الليل اللي كانت فيه القمره، ولكن هما كانوا بيان كاموفلي. العسكري اللي فراسو الخبار جالسو كيتصنت الوقت اللي غتجي فيه الصوت ديال اللفعه، وفعلا في الوقت المعلوم غيبدا داك الصوت ديال اللفعه كيصوت في داك الضوء ديال القمره. كلشي ركز معاها، بدات كتبان ليهم فوق واحد الحجره واقفه. فداك العسكري اللي جاي من نيرفي اصلا قال لهم غنقتلها. العسكري اللي فراسو الخبار قال ليها ودي ريح، ما اداتنا ما والو، خليها علينا ودي. وداك العسكري عام جهل قال لهم والله تنقتلها. ناض هز حجره في يد والبايونيت في يد، وكيقولوا التقليد على اللي قال. ناض وقرب منها، قبل ما يوصل ليها كتجي رصاصه من العدم ضرباتو، طاح تمتم. غادي يتوفى داك العسكري، والعسكري اللي فراسو الخبار غيبقى مصدوم وبقى كيقول واش الهضره اللي قال لي الصحراوي كاينه ولا البوليزاريو شافوه في ضوء القمره. الراوي براسو هو كيعاود لينا باقي مستغرب وباقي حاير واش داكشي ممكن يكون. هنا قاطع واحد اخر كبر منه في السن وفي الخبره قال لي انا سمعت قصه مشابهه، ولكن هادشي ماشي في الصحراء، هادشي سنه 1965. قال لي في ميدلت كان واحد البطايون كيتسمى البروميير بطايون، كان فيه واحد ليوتنون دو قالون كبير شويه في العمر. هاد ليوتنون كانت عنده واحد الدار صغيره حدا البطايون، هاد الدار داير فيها واحد الجريده ومربي فيها القناين. قال لي بدات الامور غدا مزيان ودوك القناين بداو يكبروا، ولكن فيما بعد بالليل ولا كيتسلط عليهم واحد المش خلاها عليهم، وداك ليوتنون كعا خلاها عليه داك المش، فقرر انه يقتل المش. داك ليوتنون كانت عنده واحد الجويجه في دارو، فعلا في واحد الوقيته من الليل كيبان ليه المش جاي، خلاه حتى قرب وخبطو بالجويجه. فداك النهار كان اخر نهار في حياة داك ليوتنون، حيت في الصباح صباح ميت. وهادشي اللي قلتي ممكن يكون، والعلم لله. قصص غريبة سمعتها من عند دوك الناس، وباش ما نخرجش على الموضوع سولت أسئلة في نفس السياق، أسئلة ما لقيتش ليها تفسير نهائيا. أولا علاش البوليزاريو كانوا كيهجموا بزاف نهار الاربعاء؟ السؤال الثاني شنو هي قصة العجاجة اللي كانت كدير البوليزاريو في بعض المعارك؟ وشنو علاقة البوليزاريو بالسحر؟ وشنو قضية الساحر اللي استعنات به البوليزاريو باش يتقفى آثار المحجوب المعطاوي رحمه الله؟ وشنو قصة الساحر مول التسبيح اللي استعنات به البوليزاريو باش جاب داك الأسير اللي يومين وهو هارب في أرض الحمادة؟ وهنا كانت الإجابات صادمة.